بيوم من الأيام تاجر من الكوفة وصل للمدينة المنورة وعنده بضاعة من الخمر، وهي جمع خمار يعني غطاء الرأس اللي تلبس النساء. وفعلا باع التاجر كل بضاعته، بس بقى عنده نوع نام على قلبه وما حد أخذ منه ولا قطعة. النوع هو الأسود، لأن بذاك الوقت ما كان مرغوب مثل هسه، وبقت البضاعة راقدة على قلب التاجر. بس هذا التاجر عنده صديق مكي شاعر مشهور بالمدينة، يعني واحد غزل وصوته بالغناء ما سولف لك عصفور، بس هو كان تايب وعايف الغناء والشعر. التاجر شكاله حاله وقال له السوق مسيس والخمار الأسود نام على قلبي. جاوبه شاعر بابتسامة وقال له راح أبيع لك إياه بطريقتي بدون ما أرجع للغناء أو الغزل. وهنا شاعرنا أنشد أبيات خلدها التاريخ: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد المتعبد؟ قد كان شمر للصلاة إزاره حتى قعدت له بباب المسجد. ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. وصار بعدين يا عزيزي الموضوع طيش وصار ترند، والنسوان قاموا يدورون خمار اسود بس. زين ماكو سريات بذاك الوقت، كان كلها صارت قل للمليحة. وتعتبر هذه الابيات اول اعلان بالتاريخ الاسلامي، ومن هالباب حسوي قصيدة للقسخون وانشرها حتى تتابعني.